يا دكتور، هو مفروض اللي بيعمل عملية قسطرة أو عملية قلب مفتوح ليه شرايينه بتتسد تاني بعدها؟ لأن في مشكلة في الشرايين، ودي يمكن بقى اللي احنا مش واخدين بالنا منها، وبتخلي ناس كتير قوي شرايينهم تتسد، ودي اللي بنكتشفها بالمسح الذري. عشان كده بقول المسح الذري لازم قبل كل قسطرة. انت بتعمله عشان تعرف العيان قد ايه هيجيله وجع، وقد ايه جزء من القلب مش واصل له دم بعد قد ايه مجهود، ودي قلناها. بعد كده لو لقينا جزء كبير من القلب مش واصل له دم بعد مجهود يا دوبك قليل خطوتين ثلاثه، ده اللي نعمل له قسطره. مش كل بقى واحد نعمل له قسطره نحط له دعامه. قال لك لازم الشريان اللي هتحط فيه الدعامه، ودي معلومه مهمه جدا، يكون شريان حجمه وقطره واسع يسمح بتركيب الدعامه. لان كل ما قطر الشريان بقى واسع كل ما الفلو او تدفق الدم فيه بقى زياده، فالدعامه عمرها ما تتسد. لكن ايه اللي يخلي الدعامه تتسد او الشرايين اللي بنعملها عمليه زي بتاع الجوز كده تتسد؟ ان الشريان يكون رفيع مترسب فيه كوليسترول، بالذات عيانين السكر تلاقي شرايينهم رفيعه زي الفتله كده، بدل ما الشريان واسع 5 6 مللي تلاقيه حته كوليسترول اترسبت هنا، والباقي عادي واسع، لا في كمان حته هنا وحته هنا وحته هنا وحته هنا، فتلاقي الشريان كله محبب 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 في الاخر بقى زي الفتله، فالدم تدفق الدم فيه بقى ضعيف. وعلماء الفيزياء قال لك ان كلما قل قطر الشريان الى النصف يقل تدفق الدم فيه 16 ضعف. يعني ال 4 مللي ده لو بقى 2 مللي يبقى تدفق الدم فيه قل 16 ضعف. شوف بقى، طب لو بقى 1 مللي يبقى شوف بقى 40 ضعف، يبقى التدفق فيه ضعيف جدا. حتى لو حطيت له شريان او حطيت له دعامه او عملت عمليه قلب مفتوح وزرعت شريان من الرجل يوم يجي يتسد بعد كده. امال ناخد ساعتها كان الحل فيه ناخد ايه؟ اتصال. الحل الدوائي، انك تدي له ادويه.